مهبول أنت. لا، قال وزوجناهم يعني قرناهم، كما روى ابن جرير رحمه الله. فتخيل مرأة ايش حيقول له؟ مو مثل يا اخوان، ترى اهل نجد، احنا وياكم من اهل نجد صح ولا لا؟ اهل نجد جافين شوي. عمرك شفت واحد من نجد يقول له لمرته يا حياتي يا عمري؟ ايش الطبخه هذه 5 نجوم اليوم؟ لا اله الا الله. يا قمر والله ما تلقى شيء. يا ليش حتى الغداء عم تبدت انت وانا ما ألعت. الله العظيم يا جماعه الخير. لا ابشرت يا امراه يا اختي في الله، في الجنه الحور العين حيحط يده على خدك، مو عشان يسترك، حيسرح الشعر اللي على ظهرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم امشاطهم الذهب، مشط المراه ذهب، شعرها حيكون ايش؟ مثل ما انكم انتم لكم نعيم في الجنه، المراه لها نعيم في الجنه. ما هي كرشه، ما هي الحيم، ما فيه. حتى الرجل مليح زوجته حلو، مو اللي تشوفين الشيفه ذا. يا ربي والله يا بعض الرجال ما تعشى قدامه، ولا اله الا الله. قسم بالله يا الله بينه هلك الطويل ذيك. العيال يا حل. والله انا يا اخوان قسما بالله انا ارحم 2، انا ارحم بالحياه 2، مراقب الخط ما له كرت بالمباريات دايم، فهمتوا؟ يكرم خربت. احسبوا اللي تبون انتم. المهم الثاني ارحم زوجة المدمن اللي تصبر، المؤمنات الصالحات المصلحات زوجات بعض المدمنين. والله يا اخوان تتحمل ريحه، تتحمل نكد، تتحمل تطريش، تتحمل انانيه منه. نقول له اصبري، يبي يعطيك الله، يبي يرزقك الله عز وجل في الجنان. لا اله الا الله. وش تلقاه عاد خلاص تركب مراكب. اي مو حريمنا ما تسوق في الجنه في الدنيا، حتسوق هناك. مو حريمنا متغطي بعباءه محتشم ما يشاف منها شيء، لا كتافي ولا غيره، حتشوفها هناك تتسوي. يا ربي طلعوا الرجال خلوا حسي مع الحريم. هالايام بالكويت جزاهم الله خير، والله حسينا حسي على الحور العين. اي خليهم يفرحون يا جماعه الخير حريمنا، خلها تستانس. تبي تشوف وجه يا اخوان يا نساء، يسمعنا نساء مو انتم اسمعكم راعي يعني. يا نساء تلقى ابو واحد يقول ان المطاوعه يعني يفرقون بين المراه والرجل. والله ما فرق قسم بالله، بل من النساء من تكون افضل من كثير من الرجال، صح ولا لا؟ عند الرب سبحانه وتعالى، من الصالحات المصلحات. فاقول يا امراه يا اختي في الله، لا تعتقدي ان صبرك بيضيع على الله عز وجل، والله ما يضيع. تحت سمع الله بصره حشمتك، تحت سمع الله بصره ما تلاقين من بعض الناس. بعض النساء تتهمك انك ما تتزينين، انك متاخره، انك لا والله خلي يقولون متاخرين، خلي يقولون قرويين، خلي يقولون ما يقولون، هم ربنا راضي بكيفهم. شوفي بالجنة ايش حيسوي لك الله عز وجل، مراكب جمال لا اله الا الله. بس يا اخوان حتى زوج المرأة في الجنة، يعني تعرفون يوسف عليه الصلاة والسلام، نساءنا سمعت عن يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة النبي كان جميل صح ولا لا؟ ايش سوى يا اخوان نساء مصر لما رأى يوسف عليه الصلاة والسلام؟ ايش سوى؟ بعض الاسكندرانيات صح؟ المجتمع الراقي تقول ايه الجمال دي، والله العظيم حاجة ما حصلتش، يا سلام والله. قطعنا ايديهن يقول الله تعالى فلم وايش؟ وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. يوسف عليه الصلاة والسلام زوجة في الدنيا أجمل منه 2 مرتين، وفي بعض الروايات 4 مرات أجمل من يوسف عليه الصلاة والسلام. إيش رايت؟ يضيع هذا، يضيع بهم دنيا. والله يا اخوان امرأة وقعت في الحرام 2 تقول اقسم بالله العظيم يا شيخ والله 2 في الحرام ما رقت لي دمعة، اني طول الوقت ابكي، حتى تقول وانا اذهب لما احب او ما اريد اني ابكي بكى لا يعلم الله تعالى. تقول ليش؟ تقول ابليس مهما اوقع المسلم في معاصي فلا يستطيع ان يغفل قلب المسلم عن الرب سبحانه وتعالى، ونحن تحت وقع المعصية نتذكر الله ونخشى منه سبحانه وتعالى. وانتم يا المسلمين بالجنة لا اله الا الله. الحين في الدنيا يكحلون الخمر بيبسي 7 بيره شيء كذا، انت لا،
ترجع تكحل أنت بالجنة. أعلمكم، طفوا حق الحريم، والله بعلمكم. يا الله، مو يقول محمد صلى الله عليه وسلم الحورية لو بصقت في 7 أبحر لتغير من الملوحة إلى العذوبة ولشرب الناس كلهم من حلاوة البحر. فانت خلك ذهين، امزج كوكتيل الخمر صح؟ والله تجي. فكر يا أخي بالجنة يا شيخ، فكر، خطط. والله العظيم كل ما عرضت لك فتنة، كل ما عرضت لك مشكلة، كل ما رقمك بنت، كلمك كذا بياع كذا، قل لا يا شيخ ينقص لي قدام، والله ينقص لي قدام يا شيخ. لا، وكلش بالجنة أبدا 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 لا منتهى. لا تهرموا أبدا، لا تموتوا أبدا، لا تسقموا أبدا، لا تمرضوا أبدا، كلش أبدا أبدا. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. واحد طفل بثاني ابتدائي يسأل المدرس يقول يا شيخ نعم، قال أقدر أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ قال إن شاء الله، إذا دخلت الجنة إن شاء الله تجلس مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال طيب الجنة فيها بلاي ستيشن؟ قال طيب ليش؟ قال أبغى ألعب مع محمد صلى الله عليه وسلم بلاي ستيشن. تكفى يا أخوان. بعض الناس ما أدري ليه يعني همه بس الدنيا، ما يدري، خبل درنج غبي مجنون. واحد يقول الجنة فيها جيب شاصي، قسما بالله العظيم. واحد هالايام توفي رحمه الله يقول ابو عمر اتمنى عقب ما اموت ب200 سنه ابعث بشوف بريده وصار عاليه. والله انه مستلج قسم بالله، بس يحمل هم بريده ويفزق قدامك شيء ثاني انت بنعيم. والله العظيم من تنسى العالم كله ولا بذاكر شيء ثاني. تكرموا ان شاء الله انتم، احنا وياكم منجينا الله عز وجل سبحانه وتعالى. بس حاملنا الهم هذا يا ناس. يفكر بجيب، يفكر بزوجي حقات الدنيا. لا والله، بل لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. شوفوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول تعرفون بس لا تستعجلون، اللي بعده قد بعضكم ما يعرفون. في البخاري مسلم أن الله عز وجل يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على إيش؟ على قلب بشر. ثم قال الله تعالى بل ما اطلعتم عليه. يقول الشراح يعني أن الله عز وجل يقول اتركوا ما سمعتم بالقرآن والسنة في شيب الجنة ما ذكرناه لكم، لأن ما عندكم شيء زيه، لو ذكرنا لكم أسماعه لم تعرفوا. فقال بل ما اطلعتم عليه، يعني فيه في الجنة شيء ما تعرفونه. فيا إخوان رجاء، تستاهل الدنيا أن يعصى الله بها، ومع ذلك ما إذا عصيت فاستغفر الله وتب على طول. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله قال يجد الله غفورا رحيما. يا أخوان نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ما حد يحد من دون أحد. يا أهل الإيمان، يا مسلمين، يلي قدام يلي يسار، كل واحد منا حنا وياكم يعلم من عنده ذنب، من مستعد الليل يترك. يا أهل الغيبة استلمتوا، ما نقول بس حق الدخان ما الدخان، ليه ذي ما نتركها؟ طيب ليه نتركها؟ ما نتركها هذه. يا أهل النميمة، يا أهل الحسد، يا أهل الحقد، يا أهل الدخان، يا أهل التتن، هو صح التتن والدخان صح، يا أهل الأبيض، يا أهل الترقيم، يا أهل الغزل. ما في وقت يعصى الله سبحانه وتعالى. والله العظيم قسم بالله ان اسعد اللحظات ان تطيع الله عز وجل. يا اخوان سؤال، الله يرحم والديكم يا الرياض، عمركم شفتوا واحد طالع من مسجد يقول يلعن ام الطفش يا شيخ؟ فيه، لكن شوف بالزرع انا ازور استراحات اشوف. الله تعالى اكرمنا سبحانه وتعالى ووفقنا عز وجل ندخل عند الشباب نشوف، والله من واحد طالعين يصيح، والله من واحد طالعين يبكي، والله من واحد تعرض إلى أن يقتل نفسه لأجل ضيقة الصدر والهم والغم. لكن الفرج عند الله سبحانه وتعالى. اللي عنده هم، اللي عنده غم، اللي عنده مشكلة، اللي عنده ذنب ما قدر يتخلص منه، يتقرب إلى الله بأعمال صالحة ويسأل الله تعالى أن ينجيه سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه